ابتسامة أخيرة للسيدة فاطمة عليها السلام قبل أن تغمض عينيها إلى الأبد. ما سببها؟ دار حديث بين مولاتنا فاطمة وأسماء بنت عميس قبيل وفاتها حول جنازتها، فقالت: إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، أنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى، فلا تحمليني على سرير ظاهر. فقالت لها أسماء: يا ابنة رسول الله، أنا أريك شيئا رأيته بأرض الحبشة. فدعت بجريدة رطبة فحسنتها، ثم طرحت عليها ثوبا، فما كان من السيدة إلا ابتسمت وقالت: ما أحسن هذا وأجمله، لا تعرف به المرأة من الرجل. قالت أسماء: لما رأته تبسمت، وما رأيتها متبسمة إلا يومئذ. يقول الشيخ الطوسي: كانت عليها الصلاة والسلام أول من جعل لها النعش في الإسلام. يا سيدة النساء، يا كثيرة الضلع، تفكرين بسترك حتى بعد وفاتك؟ لقد ذاب لحمك من الألم، ولا زلت تريدين أن لا يبين منك شيء. من يفرح بالنعش الذي سيحمل عليه ميتا إلا أنت؟ تارة تحتجبين من الأعمى، وتارة تطئين ذيول عباءتك، وتارة تلوذين وراء الباب، وتارة تفرحين بالنعش، لأن كل ذلك ساتر لك. يا رسول العفاف، لقد خلقت أولا، ثم خلق الحجاب تكريما لك، وعلى مقاسك كانت حدوده، ومن نورك حيكت خيوطه، وبأنفاسك ثبتت بركته. اشتملت عليه فشرع غض البصر، طأطأت رأسك فكان الحياء، مشيت به بين السماوات ففرض في الأرضين، أضفت له المعنى وأضاف لنا معنى، أن نكون نساء مكرمات.